السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شحال من واحد سولني على الفكرة ديال دوك البياضات، دوك البياضات اللي شاف في الفيديوهات. اليوم إن شاء الله بغينا نتكلموا على هاد البياضات اللي ممكن أي واحد يصايبهم. هما طرق فقط بسيطة. ممكن أي واحد يجتهد ويخدم شوية عقله، غادي يعني يوصل لواحد النتيجة اللي هي ممتازة في كيفاش يصنع البياضات ديال الدجاج. البياضات الإخوان من الأحسن يكونوا بالبلاستيك، بياضات من الأحسن يكونوا البلاستيك أو الإينوكس، نظرا للإينوكس أنه شوية الثمن ديالو مرتفع. داروا بهذه الطريقه هذه بسميتو بالبلاستيك. هادو غير الصنادق ديال الخضره، شوفوا الطريقه كيفاش دايره، شفتوا طريقه ممتازه. هادو فقط الصنادق ديال الخضره. ممكن بعدا قبل ما تصايب البياضات، خاصك تشوف، تحسب شحال العدد ديال الدجاج عندك، وتحسب شحال المساحه عندك، باش ما يكونش، يعني باش ما يكونش الكوري عامر كله بالبياضات ديال الدجاج ويصدق عندك الزحام. اللهم كتحسب العدد ديال المساحه عندك، كتحسب العدد ديال الدجاج، لان كاين بعض الاخوان كيحسب، كيكون عنده الكوري غير صغير، ولكن كيحسب حتى المسرح على انه حتى هو داخل في المساحه ديال مع المساحه ديال الكوري. يعني وكيحسب، كيقول مثلا عندي 100 متر، يعني ندير قده وقده ديال الدجاج، لان كل دجاجه كتحتاج 1 متر كاري باش تسرح وباش تاخذ راحتها. كما كتشوفوا بحال هكا، كل دجاجه كتبغي متر كاري ديالها باش تهبش وتحفر في الارض وتاخذ الراحه ديالها. ولهذا حتى البياضات كيكون قدر العدد ديال الدجاج باش ما تعمرش الكوري، لان كما كتشوفوا راه الصندوق راه كبير ديال الخضره. لانك الا درتي صندوق، راه بحال كتنقص واحد 40 سنتيم او 50 سنتيم من الكوري. وإلا دورتيه كامل صنادق، راه بحال كتنقص واحد المترو من مساحه ديال الكوري ديالك. هذه الطريقه كيفاش تصايب، كل واحد حر في الطريقه كيفاش غادي يصاوب هذه الطريقه هذه. المهم انا وريتكم فقط، انا عطيتكم فقط فكره، نبغى نبارطاجيوها معكم، فقط فكره، وتشوفوا الطريقه كيفاش. الصنادق الاخوان كل واحد على حساب المنطقه، كل منطقه وشحال كيبيعوا الصندوق. شوف انت منطقتك، كاين اللي كيبيعوا ب10 دراهم، كاين اللي كيبيعوا ب15، كاين اللي كيبيعوا ب20. كما قلت لكم غتشوف العدد ديال الدجاج شحال عندك، عاد ممكن انك دير البياضات. هنايا مع كما قلت لكم، حنايا هاد الشيء هذا وراه ما كافيش، لان غادي يكون واحد العدد كبير ديال الدجاج، هاد الشيء هذا حنايا وراه ما كافيش، لان كما قلت لكم حنا كنلعبوا ما بين 3000 و 5000 دجاجه ان شاء الله، ما بين الفيومي والخليط. هانتوما كما كتشوفوا هادشي كامل ان شاء الله غادي يتفرق. وحتى الصنادق راه مازال غادي يتزادوا، واحد الصف ليه عاوتاني ان شاء الله. ولتحت الاخوان، لتحت ما درناش سميتو، ما درناش الصنادق باش يربحوا شي شويه ديال ليسباس لتحت، باش تربح شي شويه ديال ليسباس. وحتى كما قلت لكم، حتى الداخل الا بغيتي فرش التبن ولا فرش النجاره، لان البلاستيك كما كتعرفوا راه ما كيشدش فيه داك البرغوث والقميله ولا الجمل، ما كيشدش فيه. من الاحسن يكون البلاستيك، كما قلت لكم راه الاينوكس راه هو
ولكن كما قلت لكم راه الثمن ديالو كيكون مرتفع شي شويه. من الأحسن تخدم بسميتو، تخدم بالبلاستيك أحسن. مثلا كل نقدر أنا نعطي غير تقدير، كل 10 دجاجات، ممكن دير لهم 4 الصنادق، لأن 4 الصنادق 5، لأن كل دجاجة، لأن الدجاجات بعض المرات 2 كيبيضوا في نفس الوقت، يقدر 3 يبيضوا في نفس الوقت، يقدر يكونوا 5 في نفس الوقت. هي ما غاديش يكونوا 10 دقة واحدة في نفس الوقت، ولكن الدجاجة المهم الصندوق راه غادي يقدروا يدخلوا فيه 2، شي صندوق واحد راه يقدو يدخلوا فيه 2 ديال الدجاجات يبيضوا فيه. نخليكم الإخوان مع هاد الصور باش تشوفوا. علاش الإخوان داروا دوك الحديدات تما؟ غير باش كما قلت لكم باش الدجاجات ما يوقفوا تما عاد يدخلوا تما عاد يدخلوا سميتو. ها نتوما الصندوق راه كبير، راه يهز 2 دجاجات هنا. ها نتوما الصندوق راه كبير، راه يهز 2 دجاجات هنايا، تبارك الله راه يهز 2. ما شاء الله الصندوق كما قلت لكم راه كبير. يعني حنا هاد الشيء هذا وراه ما كافيش بالنسبه للعدد اللي كنا كنقولوا، هاد الشيء هذا وراه ما كافيش بالنسبه للعدد اللي بغينا.